السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم أخبار مشاهير الجزائر تيزات. اليوم جينا بخبر جديد على السوشيال ميديا اللي هو ضجة عن زواج المؤثرة رانيا إزميرالدا. بعد وفاة زوجها بشهور تعلن زواجها وخطبتها في هذا الفيديو، واليوم جات تأكد للجمهور هذا الخبر أو تنفيه. اول حاجه الصوره اللي دارتها البارح في ستوري اعلنت باللي راهي متزوجه ولا راح تخطب كما حنشوفوا في الفيديو. ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. هذا هو خطيب رانيا إزميرالدا اللي راه داير ضجه مواقع التواصل الاجتماعي. هاي مفاجأة، رانيا إزميرالدا ليست خطوة بل عطرها الجميل اللي نشرته اليوم من الخليج. قبل ما جيت لهنا كنت دايره ان اوبجيكتيف في راسي اللي هو اني نتعلم صناعه وانتاج العطور، وهذا الشيء اللي درته وفتحت شركتي ربي وفقني. العطر صنعته هنا في الامارات بايادي جزائريه دائما من ميزون اسمي غامد، هو عطر حور العين. شوفوا الاسم هذا اسم بزاف سبيسيال، خيرته لانه ما كاش حاجه احسن من حور العين، سواء عندنا حنا كنساء ولا كرجال. حاجه جايه من الجنه وحاجه ترمز انه كل ما هو جزائري اصيل. فقررت انه المنتج اللي صنعته انا بيديا يكون قمه في الفخامه. ما حبيتش ندير لكم عطر عادي ولا بكرتونه ولا علبه عاديه، درت لكم بوكس اومدا بالطبع الهدايا سوا تحطوه. هذا العطر هدايا وبكل ثقه نقولها يضاهي الماركات العالميه، لانه كل شيء فيه اوريجينال، كل شيء فيه اوريجينال، كل شيء فيه. وحتى المصانع اللي صنعت فيها العطر هذا من كبار المصانع هنا. شوفوا لي بطبطتي لا بوكس كيفاش تجي، شوفوا لي الفخامه، شوفوا لي كيفاش يتفتح. لهنا كي تفتحوه مكتوب معتادة على الدلال، فحتما هذا ما يليق بك. وصح هذا ما يليق بك كجزائرية. تاعو كيفاش تجي فرحتي ونعلن لكم عن افتتاح